السلام عليكم. قررت حكومة فرنسا إحالة سفيرها بالجزائر فرانسو غوياتي للتقاعد بعد حوالي 3 سنوات من الخدمة في الجزائر. كما جاء القرار في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية موقع من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في 10 فيفري. في حين أضافت الجريدة الرسمية أنه يسمح لفرانسو غويات الوزير المفوض المطالب بحقوقه التقاعدية بحدود العمر، وهذا اعتبارا من تاريخ 1 أغسطس 2023. وبحسب القرار فإنه ابتداء من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسو غويات من سلك الإطارات الدبلوماسية. كما يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية حادة بين البلدين على خلفية عملية تهريب المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس. ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر بتاريخ 8 من فيفري باستدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور. وحسب ما نشره التلفزيون الجزائري فإن الرئيس تبون وجه أوامر باستدعاء السفير الجزائري بفرنسا سعيد موسى للتشاور. وأوضح المصدر أن الغضب الجزائري مراده مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر. كما كتبت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا صحفيا تحدثت فيه عن استقبال قنوات تلفزيونية عمومية للهاربة أميرة بوراوية التي تم إجلاؤها بطريقة غير قانونية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين لفرنسا.